اخبار العاصمه؟ ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار يا حبيبي؟ وحشني طبعا يا محمد، ونجم كبير مفتقدينك اكيد يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن، يا رب انتوا والله وحشني كلكم اكتر ويلا الحمد لله، يعني ان شاء الله الجاي يبقى احسن باذن الله. يعني محمد اكيد شفت مباراه امبارح وفوز كبير خارج الارض المنتخب مصر، تقول ايه على الفوز بتاع امبارح؟ اكيد طبعا مباراه مهمه جدا ومرحله مهمه جدا للمنتخب في بالذات في ظل الظروف اللي بتمر بيها البلد عندنا، والفتره اللي فاتت دي المنتخب كان بعيد عن البطولات الكبيره، البطولات اللي احنا كنا المنتخب موعود بيها ان هو دايما بيفوز بيها، بطولات افريقيا البطولتين اللي فاتوا. وفي نفس الوقت يعني الحاجه اللي كانت بتهون على الناس شويه، فكانت طبعا بالنسبه للاعيبه المنتخب نفسهم، وبالنسبه طبعا للجمهور المصري اللي بيعشق الكره المصريه، يعني كانت صدمه كبيره جدا عدم وجود المنتخب كبطل افريقيا 3 مرات على التوالي ويبقى مش موجود للبطولتين ورا بعض. فطبعا كانت صدمه كبيره يعني. بس الحمد لله دي ازمه ودي فتره، ويعني برضو اكيد الظروف اللي تمر بيها الدوله مش مديه الامكانيه للعيبه ان هم يدوا كل ما عندهم. وطبعا عدم كان استمرار الدوري في الفتره اللي فاتت دي كلها كانت برضو مؤثره شويه، ويعني الحمد لله انا شايف والله نرجع نقول يا كابتن شادي يعني لو كنا احنا وصلنا للبطوله افريقيا اللي فاتوا، وطبعا البطوله بتختلف عن التصفيات، بتبقى موجود في البطوله عدم جاهزيه اللعيبه وعدم استمرار الدوري ممكن كان ياثر على اللعيبه في الاداء في البطوله. تبقى انت موجود في البطوله بطل، وتبقى انت بتدافع عن اللقب بتاعك، بس طبعا تخرج من البطوله ما تفوزش بيها كاداء مش كويس، فكان طبعا هتبقى صدمتها اكبر من انك انت ما تكونش موجود. يعني انت مش موجود فخلاص، يعني الحظ محمد يعني امتى ان شاء الله نشوفك في المنتخب يا محمد؟ والله يا كابتن انا يعني بتمنى اكيد ان انا اكون موجود مع المنتخب في الفتره دي، فتره مهمه جدا واحنا داخلين على كاس عالم وماشيين كويس جدا في التصفيات. اتمنى اكون موجود. انا الموسم اللي فات ده كله هو اللي يعني حرمني من المنتخب بسبب الاصابات وبسبب يعني الظروف اللي كنت بعاني فيها في تكرار الاصابه وخلافات مع النادي وكده، فهي دي اللي حرمتني. لكن ان شاء الله بتمنى ان شاء الله ان انا اكون جاهز للموسم الجديد واكون موجود بشكل مستمر بعيد عن الاصابات، بحيث ان انا في حاله احتياج المنتخب ليا انا طبعا تحت امر المنتخب ومش هتاخر، يعني عمري ما بتاخر. محمد يعني مهم جدا علاقتك بمستر برادلي، ويبقى فيه يعني قاعده وفيها صلح، لان انت لعيب مهم جدا واكيد منتخب مصر محتاجك. بص يا شادي، والله يا كابتن يعني المشكله ما فيش فيها، يعني انا ما فيش خلافات بيني وبينه خالص، الامور مش محتاجه للصلح على فكره. يعني هو الامور اول ما حصل ان انا كنت اتكلمت معاه في التصفيات في اول مرحله في التصفيات شهر 6 اللي فات. يعني انا في اول تصفيات كاس العالم لعبت الماتشين المهمين اللي هم اول ماتشين اللي فزنا بيهم، جبت فيهم جون، وكنت موجود في ماتش افريقيا الوسطى الاولاني جبت فيه جون. وبعد كده انا كنت وقتها يعني كان وضعي صعب جدا، انا كنت وقتها كان عادي منتهي في المانيا، ما كنتش متعاقد مع نادي. ماتش افريقيا الوسطى بره ملعبنا كان صعب، وفرقه بتلعب بلعب خشوني. الماتش انا كنت خايف منه وقلقان منه ان انا لو حصل لي اصابه انا هيبقى مستقبلي ضاع، يعني مش هلاقي مكان اروح فيه يعني. فانا لما قعدت اتكلمت معاه ووضحت له وجهه نظري، قلت له ان انا ممكن وجودي انا ممكن اجي، بس طبعا وجودي مع الفريق ممكن ياثر على الاداء، لان انا بلعب وانا خايف، بلعب ان انا لو حصل لي حاجه في الماتش ده ساعتها انا ابقى انا كده يعني اقعد في البيت. فانا لما قعدت اتكلمت معاه هو الراجل فهم وجهه نظري، بس في نفس الوقت هو المسؤوليه قدامه صعبه، هو المدرب، وهو طبعا الحمل قدامه ان الماتش مهم جدا، واحنا عشان نوصل لتصفيات كاس افريقيا لازم نفوز بالمباراه دي ونفوز بفرق كبير يعني. فطبعا لما انا اعتذرت عن المباراه، وده طبعا شيء من حقي، لان اكيد اي انسان بيبقى خايف على مصلحته، خايف ان هو ممكن لو حصل له حاجه، انا لو كان حصل لي حاجه وقتها كنت هتضر لفتره طويله، مش هتضر كمان اصابه بس، لا هتضر كمان ان انا مش هلاقي مكان اتعالج فيه ومكان اعمل فيه علاج ومكان ان انا اكون ابقى ماضي كلاعب. انت عارف اللاعب اهم حاجه عنده يبقى متعاقد مع نادي، دي اهم حاجه. يبقى يعني ممكن نشوفك كسدان في الدوري المصري السنه الجايه ان شاء الله؟ بصوا ده يا كابتن، هو انا اكيد ان انا اتمنى العب في الدوري المصري، لان انا ما لعبتش في الدوري المصري خالص. اكيد امنيه ممكن ان انا بفكر فيها في بعض الاوقات، بس هي في نفس الوقت برضه انا لسه ما خدتش قرار حاسم في الموضوع ده. ليه؟ لان انا لسه قدامي، يعني انا شايف ان انا لسه عندي المقدره ان انا ادي في اوروبا او ادي في دوريات اجنبيه سنه او سنتين او 3 كمان. بس في نفس الوقت في الاخر يعني لو حسيت ان انا في فرصه قدامي كويسه ان انا اجي الدوري المصري في نادي كويس، نادي كبير، نادي بيلعب على بطولات وبيلعب في بطولات افريقيه،
ويبقى طبعا العقد يناسب طبعا لمستحقاتي الماليه اللي انا بتقاضيها دلوقتي، فطبعا مش هيبقى في عندي مشكله. بس برضو يعني الحاجه الوحيده اللي مخوفاني وقلقاني طبعا ان عدم استقرار الدوري في بعض الاوقات في مصر، ده بتخليني طبعا بخاف ان انا اخد قرار زي ده واجي وبعد كده يبقى في اوقات يبقى الدوري فيها يتوقف او حاجات زي كده يعني انا بشكرك شكرا جزيلا زين، انت لعيب مهم جدا وحققت انجازات كتير مع منتخب مصر، اتمنى لك التوفيق واتمنى نشوف